تخيل تكون سايق عربيتك بعد نص الليل، وفجأة عربيتك تعطل قدام وادي مهجور، ومن وسط الضلمة تسمع زغاريت وفرح. تقول يمكن في ناس بتعمل فرح، لكن لما تدخل تشوف تكتشف ان كل اللي في الفرح مش بشر. والأغرب من كده ان العريس يعرف اسمك، والعروسة كانت مستنياك. بس استنى، ايه اللي هيحصل لما تعرف ان ابوك نفسه كان واحد من الناس اللي حضروا الفرح ده من 23 سنة؟ الليلة دي مش هتكون ليلة عادية، لان في افراح بتتعمل للناس، وفي افراح الناس نفسها بتكون هي المعازيم. اطفي النور وعلي الصوت وما تبصش وراك، لان الفرح بدأ. كان أهل البلد دايما بيحذروا من مكان اسمه وادي السدر، مش عشان في مقابر ولا عشان في بيوت مهجورة، لكن عشان في حاجة أغرب. كانوا بيقولوا إن في ليلة معينة من كل سنة بعد نص الليل بتسمع أصوات زغاريت جاية من وسط الوادي، زغاريت وطفوف وصوت ناس بتغني. والأغرب إن محدش عمره شاف الناس اللي بتعمل الفرح. أهل البلد كانوا بيسموا الليلة دي عرس الجن، وكانت هناك قاعدة واحدة محدش بيكسرها: لو سمعت الزغاريت ما تروحش تشوف مصدرها. لكن مروان عمره ما كان بيصدق الكلام ده، كان شايفها خرافات قديمة بيخوفوا بيها الناس. لحد الليلة اللي رجع فيها من شغله متأخر، كانت الساعة 2:15 بعد نص الليل. عربيته عطلت فجأة على الطريق اللي بيعدي جنب الوادي. حاول يدور الموتور مرة واتنين وتلاتة، مفيش فايدة. نزل من العربية وفتح الكبوت، وفجأة سمع صوت بعيد، صوت دوشة، صوت فرح. مروان وقف، بص ناحية الوادي، الصوت اختفى. رجع يصلح في العربية، المرة دي كان الصوت أوضح، وبعدها زغروطة طويلة. مروان رفع راسه، ايه ده؟ طلع موبايله، مفيش شبكة. وفي وسط الضلمة بدأ يشوف نور ضعيف بين الأشجار، نور أصفر زي نور الفوانيس القديمة، ومعاه صوت ضفوف وزغاريت. مروان ابتسم بسخرية، أكيد في ناس عاملة فرح هنا. مسك كشافه ومشي ناحية الصوت. كل ما يقرب الصوت كان بيعلى لحد ما وصل لمكان واسع وسط الوادي. وهناك شاف حاجة عمره ما نسيها. كان في عرس كامل، فرح كامل، فوانيس متعلقة بين الأشجار، ترابيزة طويلة عليها أكل كتير، رجالة قاعدين في ناحية وستات في الناحية التانية، وموسيقى شغالة. وفي النص كان في عريس وعروسة قاعدين جنب بعض. مروان وقف بعيد، بس لاحظ حاجة غريبة: محدش كان بيتكلم. كل الموجودين كانوا باصين للعريس والعروسة وكأنهم مستنيين حاجة. وفجأة العريس رفع راسه وبص مباشرة لمروان. مروان حس ان قلبه وقف، لان المسافة بينهم كانت كبيرة جدا. ومع ذلك العريس ابتسم له، وبعدين رفع ايده وشاور له يقرب. مروان رجع خطوة لورا، لكن صوت ست عجوزة جه من وراه: اتفضل يا ابني، الفرح لسه بيبدأ. مروان لفلها، كانت ست كبيرة واقفة ورا شجرة، لابسة فستان اسود قديم. قال: انا اسف، افتكرت المكان فيه ناس اعرفهم. الست ابتسمت: انت مش جاي تتفرج. مروان سكت. قالت: انت جاي تحضر. في اللحظة دي كل الناس الموجودين في الفرح بصوا لمروان دفعة واحدة. مروان اتوتر، لف عشان يمشي، لكن الطريق اللي جه منه اختفى تماما. مكان الشجر بقى حائط اسود طويل. رجع لورا، سمع زغروطة وبعدين صوت العريس: اقعد. مروان بصله: انا لازم امشي. العريس رد: هتمشي بعد الفرح. مروان بدأ يجري، لكن مهما جري كان بيرجع لنفس المكان، نفس الترابيزة، نفس الفوانيس، نفس العريس والعروسة. وفي كل مرة يرجع كان يلاحظ حاجة جديدة. في المرة الأولى كان عدد الموجودين حوالي 50، في المرة التانية بقوا أقل،
المرة التالتة بقوا حوالي 20، المرة الرابعة بقوا 10، وفي كل مرة كان واحد منهم بيختفي. مروان بدأ يخاف لحد ما شاف العروسة بتبصله، كانت ساكتة لكن فجأة قالت: انت الوحيد اللي لسه مش فاهم. مروان قال: فاهم ايه؟ قالت له: الفرح ده مش للناس. سكتت لحظة وقالت: الفرح ده لينا. مروان بص للعريس قال: انتوا مين؟ العريس ابتسم وقال كلمة واحدة: مش مهم. بعدها الضفوف بدأت تعلى، الناس بدأت تتحرك في دواير حوالين العروسين، والفوانيس بدأت تطفي واحد ورا التاني. مروان جري ناحية آخر فانوس لسه منور، ولما وصل شاف حاجة خلت جسمه يتجمد. على الأرض كان فيه عشرات الأحذية، أحذية رجالة وستات، واضح إن أصحابها كانوا هنا قبله، لكن مفيش أي حد لابسها. وبجانب الأحذية كان فيه صور قديمة، صور لأشخاص من أهل البلد، صور ناس اختفوا من سنين. وفي آخر صورة شاف صورة أبوه. مروان مسك الصورة بإيديه. أيوة، أبويا كان واقف في نفس المكان، وبجنبه نفس العريس ونفس العروسة. مروان وقع الصورة من ايده: مستحيل. وفجأة سمع صوت ابوه من ورا: ما تخافش يا مروان. فلف مروان بسرعة، مفيش حد، لكن الصوت كمل: انا كنت هنا قبلك. مروان بدأ يرجع لورا، العريس والعروسة كانوا واقفين دلوقتي قدامه. العريس قال: ابوك كان واحد من اللي حضروا. مروان سأل: فين هو؟ العريس شاور ناحية آخر الوادي: موجود. مروان جري ناحية المكان، كان فيه باب حجري قديم. فتح الباب ولقى ممر ضيق بين الصخور، وفي آخره أوضة صغيرة. دخل وكان فيها صور كتير متعلقة على الحيطان، كل صورة لشخص حضر العرس. وفي منتصف الحائط صورة أبوه، أبو مروان. مروان قرب منها وفجأة الصورة اتحركت. أبوه جوه الصورة رفع عينيه وبصله وقال: ارجع. مروان اتجمد. أبوه كمل: لسه تقدر تخرج. مروان قال: ازاي؟ أبوه بص ناحية الباب: لما تسمع الزغروطة التالتة ما تبصش وراك. مروان خرج يجري، وراه بدأت الزغاريط. الأولى جري أسرع، التانية قرب من المكان اللي داخل منه، وفجأة سمع الزغروطة التالتة. لكن في نفس اللحظة سمع صوت أبوه: مروان. وقف، كان على وشك يلف، لكن افتكر كلام أبوه: ما تبصش وراك. كمل جري، طلع من الوادي وفجأة لقى نفسه واقف جنب عربيته. الموتور اشتغل لوحده، ركب بسرعة وداس بنزين. وصل البيت قبل الفجر. دخل، أمه كانت مستنياه. أول ما شافته صرخت: انت كنت فين؟ مروان قال: في الوادي. وش أمه اتغير: انت دخلت الوادي؟ هز راسه. أمه سكتت وبعدين قالت: مروان، أبوك اختفى من الوادي ده من 23 سنة. مروان قال: أنا عارف. أمه قربت منه: لا أنت مش فاهم حاجة. وسكتت وبصت وراه. مروان حس بقشعريرة وقال: في ايه يا ماما؟ أمه قالت بصوت مرتعش: انت لما خرجت من الوادي كنت لوحدك؟ مروان هز راسه: ايوه. أمه بدأت تعيط. بص في المراية. مروان بص وفي انعكاس المراية كان واقف وراه العريس. مروان لف بسرعة، مفيش حد. رجع بص للمراية، العريس اختفى، لكن ظهر شيء جديد. العروسة كانت واقفة مكانه وبتبتسم، وفي ايديها دعوة فرح مكتوب عليها: الليلة الجاية الفرح هيكون في بيتك. ومن يومها كل ليلة الساعة 2 إلا ربع بعد نص الليل مروان بيسمع ضفوف جاية من تحت البيت، ومحدش في العيلة بيسمعها غيره. أما أغرب حاجة إن كل يوم الصبح بيلاقي قدام باب البيت حذاء جديد، وكل حذاء بيكون مقاس شخص من العيلة. والليلة اللي لقى فيها حذاءه هو سمع صوت الزجاريت لأول مرة من جوه أوضته. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.